أعلى 10 مدربين تقاضى الرواتب في سنة 2025. تبي تعرف مين أكثر مدرب يتقاضى راتب في العالم؟ تابع المقطع الأخير. معكم هيمكس، لا يكفر عشاق الكرة. في المركز العاشر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. راتب المدرب أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي هو 10 مليون يورو سنويا. في المركز التاسع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. راتب المدرب مورينيو مع نادي فنربخشة التركي هو 11 مليون يورو سنويا. في المركز الثامن المدرب الألماني ماتياس ياسله. راتب المدرب ياسله مع نادي الأهلي السعودي هو 11.5 مليون يورو سنويا. في المركز السابع المدرب الإسباني لويس أنريكي. راتب المدرب أنريكي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو 11.5 مليون يورو سنويا. في المركز السادس المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس. راتب المدرب ديفيد مويس مع نادي ايفرتون الانجليزي هو 15 مليون يورو سنويا. في المركز الخامس المدرب الايطالي ستيفانو بيولي. راتب المدرب بيولي مع نادي النصر السعودي قبل اقالته هو 15.5 مليون يورو سنويا. في المركز الرابع المدرب الاسباني مايكل ارتيتا. راتب المدرب ارتيتا مع نادي ارسنال الانجليزي هو 18.7 مليون يورو سنويا. في المركز الثالث المدرب الاسباني بيب غوارديولا. راتب المدرب غوارديولا مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي هو 24.8 مليون يورو سنويا. في المركز الثاني المدرب الايطالي سيميوني انزاغي. راتب المدرب انزاغي مع نادي الهلال السعودي هو 26 مليون يورو سنويا. وفي المركز الاول وصاحب اعلى راتب في العالم حاليا هو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني. راتب المدرب سيميوني مع نادي اتلتيكو مدريد الاسباني هو 34 مليون يورو سنويا.